الشتاء خروجات. شوف بيخرب التصوير ازاي، بيلعب لي في وداني، بيفشخ افكاري. يا لهوي فتش الحلاقين اللي انا قاعد معاهم ده، سيب يلا. ولا حموجي ولا حموجي مجنون بقى وسايكو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد اكس تي. افتح الحلقه. افتح الحلقه. انت عارف اول جمله ايه طبعا؟ انت بتصلوا على النبي. اسعد الله مساءكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم رجعنا لكم بحلقه جديده وبفكره جديده، بس زي ما احنا ملاحظين يا حماده جاله قرار ازاله بعد الفيديو الاخير اللي نزل والتعليقات والكومنتس على الشبشب على البيك فوت اللي كان قاعد معانا في الطاوله. حبينا طبعا الجمهور، واحنا خدامين الجمهور 100% يعني طلبات، بس قلنا نغيرها النهارده كده حاجه جديده. نجيب واحد لان الموضوع النهارده يخصه قوي، شايل هو منه تقريبا، بس حبينا قلنا نديله فرصه. انا انت عارف برضه احنا بندعم المواهب الشابه يعني. تعالي يا شباب. تعالي يا شاب. السلام عليكم. كل اغير البلوز يا اخوان. لا خلص تعال بعد 42 موديلينج. الشهرة صعبة. يعني ما احكي لك الموضوع قديش. نزل رجلك. نزل رجلك. الطلبات عشان طلع ريحتهم قصة. قصة طويلة قدام. جاي تفضحني يا ابني. اعداد. افتح تمك يا شهدي. لفت الدنيا وانا اعدادي. والله مالي يا لمبي. يا رب. مساء الفل يا اختي. انا قلت افكر بس يعني. طيب احنا في اتوبيس يا ولاد. ونحب طبعا نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طب ايه موضوعنا النهارده عن ايه؟ النهارده الموضوع عن الصيف والشتاء. لا موسيقى تصوير. عشان انت بقى يعني ما بتحبش الموسيقى فقلنا نقولها احنا يعني. طيب السؤال الاول، تحب انهي اكتر، الصيف ولا الشتاء وليه؟ الشتاء اكيد. الشتاء اكيد. كندر الشتاء. بالكندر الشتاء. ليه بقى؟ خلاص اول ربع ساعة هاي كلها حكي مني، بعدين انا بقصقصها براحتي. ماشي. راح اطلع كل شيء. ماشي. بال 86 انا كنت ابيض. انا جاي البلد ده ابيض. شوف لا نحكي جد. الشتاء اول اشي، اول واهم قاعدة، بالشتاء بتقدر تدفي حالك، بالصيف ما بتقدر تبرد حالك. ولا تحكي الجواب اللي بخطر في بالك انه ما راح اعمل له كت. ماشي. ليه انتوا ما وصلكم اختراع المكيف؟ طب طلعت برا. ايش؟ طلعت برا في الشارع. عادي خد معك مروحه صغيره. يا المشكله مروحه صغيره ايه واحنا في بنجلاديش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اقول لي مروحه. لا برضه يا جوجو هو معاه حق مليون في المية. بص معاه حق. ما هي انت هنا لو احنا مثلا في بلاد اللي الدنيا بتمطر فيها ولا، لكن هنا انت بتطلع انت مستحمي هتطلع هتلاقي نفسك استحميت تاني خلاص. فمليون في المية مستحيل. بس انا حاسس انه يعني جو البلد مش معاجبك كثير. ليش؟ ليه مش عاجبك جو البلد؟ ده بيحبسني. والله العظيم شميتها وهي جايه لي. والله العظيم. تحب ترجع على مصر؟ طبعا. ايه؟ طبعا. يعني انت برضه يعني انت لا انت حابب البلد ولا جوها؟ قص دي انا شايف وقصها بجد ما تعملش زي الحلقه اللي فاتت. انا شايف بجامه اكس لارج. انت ايش؟ اكس لارج. لارج. شو اللون؟ زهري ليه وانا فين؟ محبوس فين؟ في وجهه نظر زي محبوس فين؟ شو بتحب نوع حلاوه نجيب لك؟ هي دي حلاوه شيء حلاوه. لا هات لي كريب نوتيلا كريب. بتقطع عليه يعني ستروبري. انت معترض على الزهري بس الكريب مش عادي. من نوعيه البركه بالدراجه اللي بيسموها الحين في السجن. بروح اجيب لهم حاجات. انت عارف الدنيا هناك مش احسن حاجه. المهم نرجع لموضوعنا. الصيف ولا الشتاء؟ طبعا كلنا الشتاء ده كده. ليه بقى انت بتحب الشتاء؟ شوف الشتاء بيضب الناس في بيوتها. مين اللي بيكون طالع؟ احنا. الناس اللي بتحب الشتاء. ايوه طبعا. فانت بس تطلع في الشتاء بتلاقي الناس اللي حابه جوك. انت بقى ما بتحبش الشتاء بقى. انت ما بتحبش الناس بس يعني الناس اللي راح تكون طالعه في الوقت اللي انت طالع فيه، بدك تمشي بدك تقعد في كافيه كذا، الناس بتحب الشتاء. الناس بتحب جو الشتاء. لا بس بجد على فكره نص الناس كلها بتحب الشتاء. مين المريض اللي بيحب الصيف اساسا؟ الناس اللي بتبرد بصراحه يعني. في فعلا ناس انا اعرف على طول بتبرد على طول. لا بس شوف انا في عندي ناس من اصحابي بحبوا الصيف، وانا وياهم على اشكالات دائما. هاتهم هنا. لا مستحيل. يعني صيف الاردن شو ما في عندنا شيء اسمه رطوبه بالماء، يعني هيك نسبه خفيفه رطوبه. اتوقع احنا متفقين في نفس الجو اللي هو احنا يعني كمصر والاردن جوهم نوعا ما. مصر هات للنص الطرف اللي بعيد عن البحر اجواءنا واحده.
صح تقريبا. بس صح. لا في الاردن شوب كيف شوب الظهر هان في قطر اللي بدون- مش فاهم يعني ايه شوب، لان في ناس مسلمين حر ايوه. هم اللي بتابعونا مش كلهم من مصر. ما انا عارف، بس انا قصدي عشان الناس هو مقتنع انه كله مصر. انا لما حتى قال لك حتى انه مش مثلا في سوريا ومصر. لا ما جاب في سوريا اصلا. قال لك الاردن ومصر هم. ايه ده، لا مؤاخذه يا نجم والله. حبيب قلبي ماما، معلش يا ماما، كمل. فايش كنا بنحكي؟ ده ايه ده؟ انت بعيد يا ابني. اوميجا 3 اعداد شتين حاجه كده الواد يحذف فوق. احنا كنا في الجو مصر والاردن شوب، فالجو عندكم شوب. في ناس من اصحابي بتحب الصيف، وانا وياها على الناقره دائما. الناقره يعني نتمشى بنارة يعني مشاكل. عندنا في مصر برضه نفس الكلمه يعني يتناقروا. نقر ونقير. تناقروا في اطراف الحديد. ايوه بدل انت وشهدي. لا في ناس بتحب الصيف وكيف مش قادر افهم. انا مش شايفك حرفيا من كاب احمد أهو علي. يعني. انا حرفيا شايف بس صلعتك. اطلع انت ولحيتك، عيونك مش شوي. شايفها. ايه يا نجم انت اهبل ولا ايه؟ ارجع لورا. بس يعني ما بعرف كيف احكيها المعلومه هاي، انه جد في ناس بتحب الصيف. ناس مريضه. بص، الناس اللي بتحب الصيف دي ناس عايشه في اماكن اوكي الدنيا عندها تقدر يستحملوها، مفيش رطوبه مفيش كده. لكن الاماكن اللي فعلا في اللي هي حته الخليج وكده مستحيل. لا شوف، احنا لما بدنا نحكي صيف او نحكي شتاء حاليا في الحلقه هاي ما بنحكي بناء على البلد اللي احنا فيها، صيف الشتاء بشكل عام. ماشي. انا عندي سؤال. طب يا اخي مثلا في الاردن الشتاء ولا زي الشتاء هون؟ لا الشتاء في الاردن يعني درجات يعني حراره موت. ده عندكم بقى. هلا خطرنا على بالك؟ يعني ما بتحب السوريين انت؟ ايه انا ايه ده ايه ده مش فاهم. احنا بنخصم مع الكل. احنا بنخصم مع مصر. فين يا ابني محلات الشاورما كلها؟ لم لي التوميه دي على جنب. لا وننام فيهم والله ما عداك. تسلم يا كله ربنا. ففي ناس البرد اللي مثلا في سوريا او الاردن بيكون جدا برد. بص ردها في مصر مش راضي تجيب يعني انا بقى مش هردها في بلدك عشان انت ما جبتش بلدي زي النسوانه دي ما بحبهاش. شتاء الاردن بتوصل عنا ايام تقعد يومين ثلاثه بتشتي كابسه. بتشتي يعني ثلج ولا مطره؟ ماشي ماشي. بتوصل عنا اصلا ما بفرقش بجد ما بين المطر يعني بتشتي دي، فانا ما اعرفش هل انت تقصد بيها مطر ولا تقصد بيها ثلج. انت بتقعد معانا صوت تحكي اردني. ايوه ماشي بس بتشتي في الشتاء من المطر يا ابني ما هم بالثلج نحكي بالثلج. اوكي ماشي. بتشتي يعني بتمطر. بتمد لها يومين، وفي احيانا توصل درجه الحراره تحت الصفر، فبتصير في صقيع عندنا في كل نفس المنطقه. مناطق فبيأخروا الدوام مثلا، يعني بيأخروا الدوام عشان الناس اللي طالعه الصبح ما يصير حوادث وكذا. مثلا في سوريا او في مصر او في الاردن لما يكون درجات الحراره برد ها تحس ان احنا خلاص يا عم يا مصر بتعملها ازاي؟ ولا يهمك. في ناس جد تتبهدل من البرد يعني في اماكن واماكن. يعني خلينا نقول في اماكن واماكن النجم. يعني في ناس بتقول لك يلا ما احلى الصيف اوكي، يعني بتشوب شوي امورك طيبه، بس مثلا في اماكن في البرد عز البرد ناس تتبهدل. عشان نكون منصفين، انا بفهم الناس اللي بتحب الصيف ليش بتحب الصيف. فايب الصيف اجواءها يعني. فايب ايوه. مين قال لك الكلمه دي؟ مين علمك الكلام؟ مين قال لك الكلمه دي؟ سمعت الكلمه دي من مين بالظبط؟ بقول لك يعني هو مثلا بتطلع براحتك، تلبس اللي بدك اياه، لبس خفيف. وساعات بحس ان خروجات الصيف بحر وكده بحسها حلوه قوي. بص انا مش انا بحب الشتاء. بروح البحر بالشتاء بيكون تشكيله احسن اصلا. انا بحب الشتاء لكن خروجات الصيف وبحر الصيف ليها روح. تحس انت يلا جو السحالي. انا عارف مش سحالي لا والله بجد. تعال يعني جدول الصيف بيبقى حلو قوي. بحس ان كده برضه هنرجع لنفس النقطه، بلاد وبلاد. يعني مثلا هنا في الدوحه جو الصيف خرج طلع الساعه 1 الظهر تشرب. طيب ظروفنا السؤال معلش ممكن تعلي المكيف شويه لان اقسم بالله مش قادر. قديش حطيته؟ 21. شوف هسه البطاريق اللي راح تمرق من قدام. طيب مش بتحب الشتاء؟ سؤال. حط نفسك ان انت في كندا، الجو دايما هناك تلج، هل هتبقى منظورك مختلف ان انت بتحب الصيف؟ لان الجو بيقلب كئيب. اذا كنت انا مثلا مواليد كندا. ايه ده انت كده مش مواليد كندا. اذا كنت مواليد كندا لا اكيد راح اكون بحب الصيف، لانه يعني شيء بشتاق. وانت حلاق يا ابني كل شويه صوت في دماغي. مش قادر اشوف. انا شايف حرفيا صلعته بس كل شويه حد. ماشي يا عم. بس لا لو مثلا تيجي علي هسه انا وتحكي لي انه تروح وتسكن في كندا، مش للبلد نفسها بس للجو ككندا.
البراد والثلج والحكي هذا. يعني انت تعيش فيه طول حياتك؟ تكلم في بلد بتوصل درجات الحراره لماينس 30. الناس بتقول لك يعني ما فيك تطلع برا باب البيت اكثر من ثواني بسيطه لانه تصابك الاشي اذا فريز بايت. الاشي اذا بزيد عن حده بصير مؤذي. هو ايه يلا ايه يلا وايه قطمه الصقيع يا ولا الثقافه بتنقط يلا. كلنا عارفين هاي. ايش ايه هي دي؟ اللي حكاها قبل شوي. ايه هي بقى؟ ايه هي بقى مواليد كندا انت تورونتو ايه؟ احكي لك معلومة عن موضوع الشتاء. أنا بحب نكد الشتاء، كآبة الشتاء، ضبة الدار في الشتاء. في كندا يعني طول عمرك؟ يعني خش على السؤال اللي بعده. لا طب استنى، الباقي الكورال اللي موجود. مالكش رأي؟ أنا عن نفسي ما أعيش في كندا لا ولا هو كمان. خش على اللي بعده. باش تمسك مايك. عشان والله كل شوية احنا فوتوبيس يا أولاد. أنا عايز أعيش في كندا. لا أنا رأيي خش مش مهم محمد. ايه اكتر مكان نفسكم تروحوه في الشتاء؟ يابان. تعرف شغلة والله العلي العظيم، هاي البلد بإذن الله راح أوصلها. بس أوصلها راح أبعث لك فيديو دمعته وهي قاعدة بتشر هيك. قد ما راح أكون مبسوط لأنه في عندي مين عمرك شفت السنسال اللي عندي بالسيارة؟ لا ولا مرة. في عندي سنسال من ورا سلسلة عشان اخواتنا المصريين يفهموا شو تقول. اخسر جمهورك، اخسر 100 مليون على بعضكم اللي بتشوفوا من مصر 2 انت واخوك اسلام. حط صورة اسلام دلوقتي، صورة جديدة للاسلام في البالطة. والله انا مستني اسلام بصراحة يطلع معنا في حلقة ان شاء الله ممنوع من العرض. شو كنت بحكي يا اخوان؟ ما حدا قطعني. اوكي السلسلة اللي في السيارة مالها عليها من ورا كلمة شتاء بالياباني. يا لهوي يا لهوي قعدت تعصب. ضحك عليك وقال لك المكتوب ورا ده شتاء بالصيني. اعطي رياكشن زي العرب الناس. ماشي طب قول تاني عشان ان العين لا تدمع. ان العين لا تدمع يا رشاد. مكتوب ورا بالياباني ان الشتاء يلا ايه الساشيمي. بدمع ساشيمي يلا. مستقبلك فيدي. ما انا واخد بالي. مستقبلك فيه. ما تهددنيش. انا الحكي هذا كله بقدر افبركه بطريقه اطلعك فيها بصوره سيئه. خلاص ماشي انا معاك. ناجاشي سوزوكي تويوتا. يعني برجع اعيد الجمله واعطي رياكشن احسن من هيك. تمام ماشي. قلت لي مالها السلسله؟ عليها كلمه شتاء بالياباني. لا قلت لي مالها السلسله؟ عليها كلمه شتاء بالياباني. يا ديني والله العظيم لو نضل نعيد مش عارف اعمل ايه. ما فيش في دماغي غير انبسط. والله حلو والله ابداع كرييتيف. مين اللي اعطاك اياه؟ خلاص ماشي يلا قلت لي مالها السلسله؟ قلت لي مالها السلسله؟ طبعا اللي ما بيعرف قصه في شورت احنا نزلناه كله جبران بس كان بيحكي كلمه واحده فيه. هو كت واحد اخذت كلها وشغل بايده. كاميرا مايكات اضاءه ترايبود شواحن لابتوب ولا شيء جايب. ممتاز الله يعطيك العافيه. لغينا التصوير اليوم. شكرا. السكريبت تبعي انا موجود فيه كلمات هو جبران. قلت لي مالها السلسله؟ مكتوب عليها كلمه شتاء بالياباني. ايه ده مين اللي اداها ما لك؟ كاش دخل. السؤال اللي بعده. عجبتك دي؟ اخطبها لك. عجبك اخطبها لك يا حبيبي. طيب الناس تبقى مور برودكتيف في الصيف ولا في الشتاء؟ مور ايه؟ ابسولوتلي. maybe yes sometimes no. مور برودكتيف. انتاجيه يعني صح؟ لا خالص. امال عربي احنا عربي مكسر بنحكي. تشتغل كويس اكتر في الصيف ولا في الشتاء؟ ما هي الانتاجيه. خلاص لا تفشلوا. تو فتح جوجل. هي انتاجيه صح. هي البرودكت صح. هي انتاجيه. والله لسه شايف استنى. انتاجيه صح. الناس تشتغل احسن في الشتاء ولا في الصيف؟ في الصيف. لا في الصيف حر وفي الشتاء برد. في الشتاء مفيش شغل، نوم برد كده يا لهوي يا اسطى. احساس ان انت تصحى 6 ل 7 الصبح دي وتاخد قرار ان انت تشيل الدفى ده وتنزل. يا جدعان كسل. والاكل يعني بيعلي الكالوريز بتبقى اقل في الشتاء. ده اعتقاد شخصي بالنسبه لي. الكالوريز بتقل في الشتاء. طبعا. حماده كفايه تلميع لصورتك. حماده انت في الشتاء بتاكل رجل اخوك يا اسطى. ما هو الاكل بيزيد والحرق بيزيد لان انت جسمك بيحتاج عشان يدفي نفسه. ده دراسه عملها انت واسلام.
لا ده من عندنا كده جدعانه يعني. دي الدراسه عملها انت واسلام؟ لا انا بس اسلام كان نايم. كان لسه ضارب 2 حواوشي مهربدين صحته يعني. يلا حواوشي بعد التصوير، كلمة جد. ماشي، ما عندي مشروبي المفضل. ايه هنوديك تشرب حواوشي. ماشي خلاص. بمناسبه الاكل، هو انت ليه ميتنا في السؤال كده؟ تخلي العيال بتقول الانتاجيه في الايه الناس في الشتاء بحس لا بتبقى انتاجيتهم اقل، بينام اكتر، بتحس كده الاكل طيب. كسل شويه. انسى الناس، احكي عن حالك. ما هو انا بحكي عن حالي. جبران. لا بالنسبة لي العكس، أنا بكره شيء اسمه صيف، بكره أفتح الباب وأنزل وأتفاجأ بالفرن لما أدخل عليه. فأنت إنتاجيتك أنت. أنا بالنسبة لي في الشتاء دبل. حتى في الأكل. طبعا. كلنا. وأنت؟ أنا بطلع مبسوط، بصحى مبسوط لو بصحى الصبح بدري. كائن سعيد يعني. جدا جدا بكون مبسوط إني أصلا هيك صحيت الصبح بدري وفيش ناس. خلاص لكت. بعشق. خلاص بقى يا لهوي. كمل مش مخش ولا كلمة، كمل. أول مرة بيطلع معنا ضيف يا زلمة. تيجي عليها السلسلة. يا لهوي ايه الحلاوه دي، مين اداها لك؟ دخلك. ايه اكلك المفضل اللي في الصيف وايه اكلك المفضل في الشتاء؟ ايه انا عارف اكله المفضل. انا عارف اكله المفضل في الشتاء حبيب قلبي، بحب يطلع كشتا ويعمل مارشميلو على الفحم. انت عارفني الثقافه المارشموليه. وفي الصيف روح قلبه الفروزن يوجرت، مش ايس كريم، يا الاساي. سوري ايه اساي بيبي. طبعا هذا في الشتاء فول وعدس. وفي الصيف فول وعدس. عدس وفول بقى عشان بحب انوع. رجليكم لانه السجاده اذا انثنت زي هيك راح بسنانك خليك تكويها. انت في الشتاء هوت دوغ سوبريم وفي الصيف سوبريم. سوبريم. الله تنوع. لا تنوع. سوري اكل بنمزحش بالمره يا ابني انت مجرم تقييم المطاعم. طبعا. تي تايم والله العظيم انا بوصل كيف صرت اتعامل معهم، كيف قهوه مصر والاردن ما بعرف سوري. ما شفت قهوه سوريا. خلاص كمل. الاكل كنا في الاكل. هو تي تايم لما بتروح له تي تايم بس اروح له والله العظيم صاروا يشوفوا السياره يعرفوني، اطلع ايدي من الشباك هيك اقول له انه وصيت بالتليفون 1 أو 2، بوصيش غير هوت دوغ سوبريم. بس فهو خلص يعني معروف تويتي اول ما بعدين والله العظيم بس اوصل كلهم بتلاقيهم صاروا يطلعوا على السياره عادي، يجيني 2 واحد على الشباك وهذا واحد على الشباك هذا. خش عليهم اللي بعد. انت خشيت ببقك. يلا هدي اللي انت بتعمله ببقك ده. يلا ده. ايه اكتر نشاط بتعملوه في الشتاء؟ نوم. ماشي جدا ماشي. خروجات. نوم والله. الموضوع بتاع المشي ده حد يفتحه. هفتحه انا هفتحه. اهدى عليا موضوع المشي ده. انت اقسم بالله لا مش طبيعي والله العظيم، تحس ان عليه طار او مستهدف من جهه ما، لازم يغير مكانه على طول. انا لو قعدت يا اخوان يلا ننزل ماراثون. يلا انا قررت امشي من مصر لليبيا. يلا انا رحاله، انا ابن بطوطه دلوقتي. انا اكتشف بالربع الخالي. يلا في الشتاء. طب ما هي حلاوتها. لا انت بالنسبه لك ولا انت بني ادم كسول ما بتحب تمشي خطوتين. جوجو لما نخرج لما نخرج لازم دايما السؤال الاول عند احمد احنا خارجين فين؟ طب احنا نخرج ونشوف. لا ما مش كده، لازم نمشي اعرف كتير. ايوه انا ما بحبش الفرهده. كان فيه ماشي وفرهده ولا هنقعد؟ فرهده هي كلمته. خلاص أيوة اقعد في بيتك وافتح معنا فيديو كول احسن. ما هو انتم ما بترضوش. فموضوع المشي عنده احنا ليه يا عم الناس عقلي من خالص له 24 ساعه يحفر انف. والله بحط الفيديو تبعك بقول يعمل زي هيك حركه مزعجه. انفي بيحكي عني. افتح لي هذا الله مش حافظه. كمان مرة بتعمل الحركة هاي هكسر لك اياها. جد ناس ما بتستحي. حكيت من خالي بس ما صار اشي. جد يا زلمه. لا لا انا كثير بحب المشي. انت بتحب المشي؟ جدا. وانا معاك في هاي النقطه بصراحه. جداً. من احسن الاشياء اللي ممكن نسويها، خاصه لما يكون الجو حلو هيك وفي نسمه بارده. بعدين مشي عشوائي هيك يعني ما فيش وجهه معينه. ايوه بتلاقي فجاه بديت تراجع كل قرارات حياتك وتشوف الصح من الغلط. بتلاقي في وراك دائما واحد مصري لابس كاب اسود عم بيقول لك يا رجال انا فرهطت. مش قادر اخبرهم استناني. انا رب السكوتر. يلا رجال. بس اطلع امشي اللي بيصير مالك رقبتي اقسم بالله جالي تحدب من جبران راكي على اللي انا فاضها. على فكره رشاد اللي راكب مش انت. طيب هذا منظر ايد الضايق رقبته والله وجعني الحرام اذا انت حاسس فيها. والله لا ايدي هسه هاي ايدي. لا دي ايدك هذا في ايدي في ضغط هيك. شيل ايدك بالله. عايز اشوف بس رقبتي مين اللي ايوه انت. ايوه انت. طب خلي ايدك رشاد. اضطريت. ايوه كده عادي. آه المشي ماله
كويس. انت بتعمل ايه بقى؟ انت ايه الاكتيفيتي بتاعتك؟ خروجات بقى، طلعات بر، الامور هاي بعشقها. انا طلعت البر بحبها قوي قوي قوي، لكن ما بحبش اللي هو تعالى لي يلا تنظف بعد ما بتاعته دي. تخلص والحكي لا هذا. فكك انا عارف دايما بتشغلنا عندك لما نطلع البر. ده انت بتقعد تنايم مستغطي تحت البطانيه اقسم بالله طلعت برا بيعمل نفسه ظهري وجعني مش قادر اشيل معاكم، يروح مستغطي ويصحى على احنا ايه بنطفي يلا يا جدعان يلا انا شايل شنطتي. شكرا. فاكر يوم ما كنا في سكريت جم بتوع البلديه واخدوا رقم عربيه احمد عمل ايه؟ احمد كان خليته يفرز حبات الرمل. خليتهم يشيلوا حبات اللب، كانت سجاير يعني. حبات اللب من على الارض، كل حد طفى لب في الارض خليته يشيله. محدش هيفهم. ايه السكوت ده؟ انا كنت بدي احكي شيء على نفس الموضوع. لما رحلنا هان على الدار الغسالة شهدي لا وحمادة اوكي تمام. هذا الموقف عندي مشكلة. حمادة مش الموقف اللي برا لما ابوس الجزمة. لا احكي لكم بقى. الغسالة وجبران. شهدي وحمادة ولكم بس شيلوا معي ارفعوا شوي. انا برفع من جهة وهم الاثنين من الجهة الثانية، بس نمشي ولا قتلني ضحك، ولا اقسم بالله من كثر ما ضحكت عرقت. بالاخير اجى ديف هندي نتعها معاي خطه واحده اللي احنا حاطينها في يا حبيب قلبي ما انت حمادة. اعتمدت على البني ادم الغلط. استنى اقول لك هذا غير هيك. بيفرد من المشي، بدك ايش الغسالة؟ لا والله العظيم اسمع. غير هيك. كنا بنشيل والله. انا مثلا نزلت الغساله، نزلنا الثلاجه، اطلع اجيب غرضين ثلاثه وانزل. شهد وحماده قاعدين يا اخوان يلا. انا فرحت تعبان شويه بس هريح. انزل اروح انزل بلاط الدار، اجي احطه يا راجل يعني يجوا يطلعوا. استنى بس بعد ما انزل 3-4 شغلات. هاي مش غلطتك والله، غلطتي انا انه انا ما جيت ساعدتك والله. طب تعالى بقى نرجع الحاجه دي كلها يا محترم. ها مين اللي شال معاك البوكسين اللي دراج؟ معلش مش عايز افتكر، مش هتكلم في الموضوع ده. فاكر؟ والله العظيم لا موقف الثلاجه فاجر. ايه اكتر بقى مشروب مفضل ليك في الشتاء؟ سبانيش لاتيه. وفي الصيف؟ سبانيش لاتيه. تعرفني في التنوع مع ايس سبانيش انا لاتيه. بالنسبه لي في الشتاء هوت شوكليت. يا واد يا مزاج يا مزاج مين اكتر واحد بيعرف يعمل هوت شوكليت حلو؟ الاعداد في الوقت الحالي شهدي عليه هوت شوكليت رهيب، ما بيعرف والله. لما سوالنا في البر حرفيا كان طعمه الحمد لله على النعمه. الحمد لله نعمه. محدش رضي يشربه فعلا. فليه هو يعني سوى لتر حليب شربه هو. والله ما حدش رضي يشرب. عملت يلا ما علينا مش عايز احكي قصه. شيت شوكليت انت عملت. وانت بالنسبه ليك كرك في الصيف عصير برتقال. يا في الشتاء يا متنوع. انت ايه بقى بتشرب ايه؟ الشتاء ماشي. هو انت اصلا بتشرب قهوه؟ لا. طب ايه بقى بنفتي؟ شو لا سبانيش لاتيه لانه حلو. انت عندك تاخر. معك مين؟ معاك مين يا قمر؟ ايه اسوأ تجربه؟ ايه اسوأ مكان؟ لا مش ايه إيه؟ اسوأ ايه العرق والتلزيق. كان معي سياره اكسنت. ايوه خش علي، خش على قلب اخوك. كان معي سياره اكسنت موديل قديمه، حتى من هيك من قدامها مش عارف هي قد ايه. 60 هي اللي عليها تعلمت وظبطت لك البكم امبارح. ايه ده بتذلني قدام الكاميرا ولا؟ كانت السياره يعني بتعرف مش بتجيك سياره بتعلمك الميكانيك وتعلمك الميكانيكيه وبتخليك تتصاحب مع الكل. كانت هاي السياره. الموقف السيء وين؟ هاي السياره خربت معاي شبابيكها. في عندنا اشي في الاردن اسمه المربعانيه كانه او الخمسينيه اللي هي 40 يوم بيكونوا صيف. جمرة الجاي موجود زيها بمصر اشي بس أيوة. ما بعرف شو المسمى. ال 45 ايش والله ما بدي انا مش عرفني. عندكم طب ما تجيب سيرة سوريا طيب. انا هضربه مش قادر. خربوا الشبابيك فيها. هو انت ايه حوارك مع ما بعرف. انت ليه تعرف ليه حوارك؟ الثلاث شبابيك خربوا. الوحيد اللي كان شغال انو واحد اللي ورا السايق وراي ما بيجيب لي هواء. هذا بيسحب الهواء من السياره وبطلعه برا. ومتى كانت يومها عزا جدتي الله يرحمها ويسامحها. فيك تأمن عادي. لانه ماشي امين انا مسيحي.
ما بحلفش. والمصحف مسيحي. انا الوحيد اللي في العيله مع رخصه سياره عادي. والعيله كلها تريلات ولا ايه؟ لا اوتوماتيك. في ابوي واخوي اوتوماتيك. وكانت سيارتي هسه صافين سيارات العيله، سيارتي صافي برا اخر وحده. روح جيب عمتك من الزرقاء مشوار ساعه وشوي. روح ودي صاحبيت امك على علق على الموضوع. علق على كلمه امك. ايوه صاحبتي امك وين ودك؟ لا تحكيش امك. صاحبتي ماما، صاحبتي يور ماذر. ما تجيب الوالده تركها، ما تحكي لي، احكي الوالده، احكي لي خالته. صاحبيت ماما. ايه طنط يعني مصري بقى وكده وانا ود من ايجيبت. روح وديها من جرش لعمان، تحكي ساعه ونص. طب ليه؟ يعني ليه كده. هم مصرين انك دريول؟ ابوي بقدرش احكي له لا، وفيش غيري اللي معاه سياره. والمشكله وين؟ ابوي وداني مشوار اودي عمتي على منطقة كثير بعيدة وفيش فيها كهرباء. روح وديها هناك وانا مروح الدنيا ليل. اقسم بالله عتمة، مش شايف اشي قدامي بالمرة. عتمة فيش معي ضواو وشوب. اقسم بالله كنت اول مرة في حياتي بعرق منها. اول مرة بكتشف انه هالمنطقة انا بعرف بتصير معاه هاي الاحداث كلها بيموت اخر شيء. بكره الصيف جدا من وراء القصة هاي برضو. سيارتي القديمة الجي تي ار لا تحكي عليها عشان بتضايق. راح بحبش أطلع حد صوت. يتريق على الكلب بتاعي. صففها على الاشارة اللي هي عند المهم ماشي. ما حدا راح يعرف. خلاص الاشارة اللي هو انت في سيدة وفي يسار بتروح ولا يمين. هذا انت عملت ازاي؟ كده يبقى يسار. يسار حلو. فانا واقف في النص. اول السياره فيها مشكله. اتوقع انه كان سلك البطاريه مش ملم الصح او شيء زي هيك. فاذا تطفيها ما ترجع تشتغل. وانت ليه طفيتها؟ ما بعرف. يا الله ما بعرف. طفيتها على اشارة. قسما بالله طفيت على الاشاره واول واحد انا. ليه يعني؟ ما بعرف شو اللي هو قرر يوفر بنزين. انا النهارده هوفر بنزين. قلت اجرب اطفيه ممكن ترجع تشتغل ولا لا. جاي يجرب على اشارة اول واحد طفيتها. اسمع ظالم. بتشوف الطعم انت ما بتسمع. جميع فئات الشعب كله من التوب حلو، من ارقام ثلاثيه حلو لسواقين طلبات. كل شيء سمعت. يعني انا شايف اللي هو المنظر. اتصلت في الشرطه. الشرطة وهم جايين. انت بتعرف شو اللي صار؟ ها خلفك. لا اتصلت في الشرطه. انا قاعد في السياره عم بنطبخ. طب ما هي طفت مش قادر حتى انزل الشبابيك. فخلاص قاعد جوا السياره عم بنطبخ وعم بنسب وشايف كل شيء قدامي. لقيت سياره الشرطه اجت صفت وراي. شغل رماق ايش يعني بالمصري؟ لطاش لواح. هذا عند اخواتنا ايه لطش لو واحده. عندكم ده واحد واحد صاحبك ولا ايه؟ سرينا. شغل السرينا ماشي. السرينا صوت. امال ايه الانوار اسمها ايه؟ مش عارف. سرينا. ايه واحنا بنقولها كومبو. عشان ما يطلع بالفشل. اسمها سرينا. سرينا يلا. سرينا عبد الوهاب. حلو. تعرف لو فلتت عظيم بيمين ابدا لكن مد على رجليه. ده قلبني في الطرح. عظيم بيمين ابدا الولد ده هيتمد على رجليه. ده قلبني في الدرع. اتصلت في الشرطه. جبار. بعد المايك طافي اهو يا غياب. انا شايف الجهه الثانيه اهو يا عم خلاص اهو. طب السالفه طيب المهم معك اتصلت في الشرطه. اجى صف وراي. شغل الرماق السرينا اللطاش. ده الباسورد بتاع الفيسبوك بتاعك. نزل هبعت لك يفتح الناس دي كلها. خلاص والله العظيم انا اسف والله العظيم. شغل السرينا لا شغل السرينا اللطاش اللواح سفاح. فتح البانه قال لي روح دق سلف. دقيت سلف اشتغلت السياره. تف عليك ومش. قسم بالله لو مكان قال خالفك هلا. قلت له اعمل اللي بدك اياه بصراحه معك حق. شكرا والله خلص. بطلب سياره نفسي اتف عليها اللي هو ما اشتغلت غير لما اجى الضابط بعد 45 مره دقت سلف ما اشتغلت. دقت سيلفي يعني تشغيله عشان اخواتنا في مصر مش عارفين. يا عمي هم المصطلحات دي. جوجو اخواتنا في مصر. مين اللي بتابع؟ اسلام قارودي. وحياة احمد الشرع ما تركيش على رقبتي والله العظيم. والله جالي الالتواء بعد بص انا حاطط ايدي. والله جاب لي التواء بعد اللي انت يلا اللي بتعمل الحركه دي. هسه روا ايدي. ما هو انت ما شفتش ايدي عملت زي هيك معناته ضربك فيها ضرب. ها ماشي. الله يا اخوان خلاص. طب انا حكيت وانت حكيت بس هذا بالنسبه للموقف اللي بالصيف. ما عندي بس هذا بيطلعش. هذا انسان مقرف في الصيف. مقرف. انا اوحش موقف حصل لي في الصيف معاك والله العظيم بسبب الراجل المحترم اللي جنبي ده. فالموقف اللي حصل لي في الصيف كان معاك. فاكره لما حطينا الستاند على الشباك وانا بالغلط الراجل جاي ناخد الاوردر راح نزلنا الشباك راح الشباك فضل مفتوح. مفيش تكييف. هنحط الحته واحطها في الفيديو. خلينا نشوف الحته بتاعتها. راح احط. كنا بنصور نايت رايد وكانت يعني المره هاي من نصيبه. في عندي ستاند راح احط
ايش احط؟ يا عم انت في فيديو راح محطوط. احط الفيديو. طالعين نصور نايت رايد، قطعة هاي لزقناها على القزاز، نزلنا القزاز ونسينا انها راكبة عليه فالقزاز خرب. يلا الحمد لله فيها خير فيها خير. شو مالك؟ هي اصلا عربيتي اول ما بتشوفك من ساعه الموقف ده بتخاف يعني، لسه حاصله مع امبارح قعدت تزمر. اول ما صف عندي على باب الدار الزمور الكلاكس هرب، ظلوا ماسك لحد ما صفينا السياره بايد وفكينا بوكس الفيوزات كامل. هي اول ما بتشوفهم يا لهوي كنا بنصور نايت رايد مثبتين الستاند على القزاز، خطر في باله يفتح القزاز عشان ياخذ الاوردر، فتح القزاز فجأة سمعنا صوت. يعني هل الستاند الستاند بتنزل شفط، بتنزل الشباك وصل لعند المدخل؟ هو اصلا الستاند أوكي. على الطرف يعني ما في معك مجال تنزل. حديد انسى انه ينفك، وانا بروح منزل بتاع لانه اوتو ينزل على طول مره واحده. السير جوه يا ابني انا سمعت صوت انا قلت بس الشباك ده مكسور من جوه. لا هسه هو مش السير اللي انقطع، في القطعه اللي جوا انكسرت. يعني انسى. كنا طالعين نصور الرايد على اساس انه نلف ونشرب لنا شيء ونقعد في مكان رايق وكذا. تعرف يلا صناعيه الرايد صار. والله فعلا. لا دقيقه ضل شغله عشان نكون منصفين، نحكي ايجابيات وسلبيات للصيف والشتاء بشكل عام. ماشي خلينا نبتدي بيك يا جوجو. ايجابيات الشتاء انه الجو بيكون اهدى، فممكن الشخص يقدر يعمل شويه يعني كواليتي تايم مع عائلته. من سلبياته انه في كثير ناس بكثير دول عم بتعاني وعم بتمر بظروف صعبه جدا، في منهم يعني واصلين لمرحله انه بيعيشوا في الخيام حتى. فالشتاء بالنسبه لهم بيكون من يعني ما بنقدر نقول أسوأ، كله من رب العالمين، ولكن بيكون جد فتره صعبه كثير عليهم الشتاء. بالنسبة للصيف حلو للطلعات اللي هي زي البحر، أي شيء بخص إنه اكتيفيتي برا صوب البحر والأماكن هاي حلو كثير. مشاكله لا تعد ولا تحصى. وأنا بالنسبة لي سلبيات الشتاء ممكن تكون الكسل شوية، لأن فعلا الشتاء بالنسبة لي بقى بدأ تدخل مود السبات الشتوي تبعك، أنا عارفه. والنوم فيه حلو كده يا لهوي، النوم فيه مش طبيعي. سلبية الشتاء إن المايك يقع على طول بيسقع ويروح واقع. سلبية الشتاء بتبقى زي ما انت ذكرت في الموضوع ده، ان فعلا في ناس بيعانوا، وفي ناس عايشة في بيوت غير مؤهلة، ان هي المطر والتلج والحاجات دي طبعا ربنا يعينهم ويصلح حالهم ان شاء الله. رح نوصل لحالهم من بعد ما بطل الاي سي حطوا 16. هنبقى معاهم دلوقتي بيحسسنا بيهم. المهم دي بالنسبة لسلبية الشتاء. بالنسبة للصيف ايجابيته الخروجات، الفسح بتاعتها، البحر، الحاجات دي. انت اخذت كلامي حولته للمصري يعني. واخذ كلامي ترجمه بالمصري. ما هو بجد، ما هي لوجيك. تاخذ هلا كلامي ترجمه بالاردني. المهم بالنسبه لسلبيه الصيف ان انت انسى اوت دور، انت بتودع الاوت دور خلاص، سلام عليكم، تبقى مثلا بحر اخرك. سلبيات الصيف بالنسبه لي كثير شوب، وسيارتك لو كانت جلد ما راح تعرف. رير شوب كثير، تلزيق، عرق، دبق. مش كل العالم تستعمل. بتغني راب تلزيق عرق شو تبعك. يو مش كل العالم تستخدم الديودرا. لازم يستخدموه. في ناس لازم. انا بشوفها للريحه، ما بشمها، بشوفها الله وكيلك. ايجابيات الصيف يعني شوف للامانه ما عمري استفدت منها كثير، بس اللي هي طلعات وانا ما بطلعش كثير بالصيف. اول شيء سلبيات الشتاء ما له سلبيات، وايجابيات الشتاء شوف في عندك اول شيء اجواء رايقه، القعده بتكون حلوه، وعندك الغيوم والمطر واللمات والروحه والمشي. في الشتاء خروجات. طول بالك مشهورنا. اضطريت اقسم برب الكعبه ما له رشاد حراره وراك. نزل الريشه لا مؤاخذه. بنا يعرفك عشان احنا على الكاميرا. والحقيقه احمد قص الحته دي. صدقني اطلعها احمد. ماشي انا اسف مره يا ابني، وانتوا حلاقين. شوف بيخرب التصوير ازاي، بيلعب لي في وداني، بيفشخ افكاري. عشان بص. لا خلاص انت ليه بتعمل لي كده؟ لا والله العظيم ده انت حبيب قلبي احمد، انا مرضاش عليك والله. امير نور الدين البحر ده حبيب اسكندريه كلها. ما سمعتش، علي صوتك، علي صوتك. امير نور الدين ده حبيب اسكندريه كلها. كمل. ايوه حدد من هنا بقى مدير. ماكينه 2. يا لهوي فتش الحلاقين اللي انا قاعد معاهم ده، سيب يلا. طب اهو خليك هيك. ايوه كمل لي مكان. انا بس احدد لك من تحت. ايوه كمل. ولا حموجي ولا حموجي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد اكس تي ولا طيب ايه اللي حابين توصلوه للناس النهارده من فكره الصيف والشتاء؟ صراحه انا بشوف بما انه ضيفنا اليوم معانا منورنا، هنخليك انت بقى تقول لنا الموضوع بشكل عام. طيب ال5% المهمه اللي بدنا نحكيها بخصوص صيف وشتاء. اولا كل شيء بيجي من ربنا خير، كان صيف بايجابياته وسلبياته كلها اقدار ربنا وكلها اشياء فيها الخير. اللهم صل على سيدنا محمد. شيء بدنا نحكي عنه، ماشي احنا بنحب الصيف وبنحب الشتاء، بس صيف ولا شتاء في لهم سلبيات على ناس غيرنا. يعني مثلا اهلنا في غزة مطرة واحدة بتغرق الخيم، بتغرق دنيتهم، بتخرب كل شيء. فاحنا حبنا للشتاء على قد حالنا احنا. وبرضه بنفس الوقت في الصيف البلدان اللي زي السودان والبلدان اللي فقيرة بطريقة انه الصيف بيأثر عليها جفاف وحرارة، ما في عندها اللي هو مثلا بحر او ما في عندها شيء اللي تهرب منه من حر الصيف. فالله يكون في عون العالم، ونسأل الله عز وجل انه يفرج على اخواننا في غزة وفي السودان، وما ننساهمش من الدعاء والتبرع، ونخلي لهم جزء من تبرعنا ناحيتهم ويروح لهم ويدعمهم ان شاء الله، وربنا يفك كربهم باذن الله. يعني لو اي لينك هو بيحطه ما حدا يتبرع، حطوا لينك رسمي هبعت لكم رقم فورا دونيشن حط. يلا سلام عليكم.